بعد ما منعوه من الجواز لسنين عشان يسرقوا كل ورثه، خلصوا عليه، وعشان كده كان لازم انتقم وارجع الحق لاصحابه. خرج الدكتور من أوضة العمليات في المستشفى وقال الخبر اللي كسر قلبي: أنا آسف، البقاء لله. كنت هقع من طولي لما سمعت خبر وفاة الولد اللي أمه ماتت وهي بتولده زمان، وأنا الدادة اللي اتوليت رعايته من وهو طفل رضيع واعتبرته زي ابني. والنهاردة زي ما حضرت ولادته هحضر جنازته. وفي عز حزني وقهرتي عليه شفت في عيون كل عيلته الشماتة والفرحة. بصت لهم بكره واحتقار، لكن أنا كنت منتظرة إيه غير كده بعد اللي عملوه معايا طول السنين اللي فاتت. بس الأول وقبل أي شيء لازم تعرفوا الحكاية من الأول. أنا الدادة صفية، ست أرملة في عز شبابي، وللأسف ما خلفتش، ومن حب في جوزي الله يرحمه ما قدرتش أتجوز من بعده، ولأني ما كانش ليا حد ولا أي مصدر دخل اشتغلت مربية أطفال. وكان أول بيت أشتغل فيه هو بيت الست إسمت، والدة آدم اللي حبيته واعتبرته زي ابني بالظبط. كنت براعي بنتها الصغيرة لأنها كانت حامل في آدم وتعبانة قوي، وللأسف البنت الصغيرة كانت مولودة بمرض نادر صعب تعيش بيه، وبعدها بكم شهر البنت للأسف اتوفت، وده خلى الست إسمت تتعب أكتر وحالتها النفسية تتدمر. فضلت معاها أراعيها في آخر شهور الحمل لحد ما ولدت، وفي يوم الولادة كانت خايفة وبتترعش وتعبانة قوي، ولقيتها بتقولي: خلي بالك من آدم يا صفية. ملحقتش أرد عليها وطمنها لأنها بعدها تاهت في حالة شبه الغيبوبة، وبعد كم ساعة فرقت الحياة. ومن اليوم ده وأنا المسؤولة عن آدم، من بعد ما أبوه سلمهولي عشان أراعيه. كان يا حبيبي بيكبر قدامي يوم عن يوم، كنت أمه بكل ما تحمل الكلمة من معنى. لكن بدأت مأساته لما والد آدم في يوم قرر إنه يتجوز. كان آدم كبر وبقى عنده 10 سنين. طبعا الخبر ده خلاني قلقانة، ست غريبة ممكن تيجي بسهولة تبعدني عن ابني، أو اللي خلاص اعتبرته ابني وعايشة عشانه. عرفت إنها ست مطلقة وعندها 3 أولاد، أكبرهم في سن آدم. ما كانتش غنية، لكن كان فيها كمية غرور مخيفة. ده عرفته بعد الجواز لما جت بولادها وعاشت في البيت. كانت بتتصرف معايا بعجرفة وغرور، وبعد ما كنت مربية بقت خدامة، وكنت مضطرة أسكت واستحمل. أصلها لو حطتني في دماغها هتطردني وهترميني في الشارع، ومحدش هيقدر يمنعها. استحملت وكملت، وكنت بموت كل ما بتشوفها بتزعق لآدم وبتعامله بأسوأ. كان بيبقى نفسي أجيبها من شعرها، لكن للأسف ما أقدرش أعمل كده. كل اللي كنت بعمله كنت بجري عليه وأخده في حضني، وكنت براضيه وبطيب خاطره. كانت حنية الدنيا فيه يا حبيبي، كلمة ممكن تخليه ينسى أي شيء ويفرح من جديد. وطبعا ما كنتش أقدر أشتكي لوالده، وإلا كنت هفتح على نفسي أبواب الجحيم من مراته، فغصب عني كنت بسكت. والغريب إن آدم ما كانش بيشتكي، وفي يوم عرفت إنها بتهدده لو اتكلم عليها وجاب سيرتها هتطردني، وهو يا قلبي من تعلقه بيا ما كانش بينطق بحرف ضدها من الخوف. واستغلت الحقيرة دي طفولته وضعفه وضعفي أنا كمان. وعدت الأيام والسنين وأذيتها وقسوتها ليه كانت بتزيد أكتر وأكتر. وكمل آدم 21 سنة وبقى شاب زي القمر. أي أم تحلم إن يكون ابنها أدب وأخلاقه محبوب من الكل، إلا مرات أبوه وولادها ال3 كانوا بيكرهوه بشكل مخيف. كنت بخاف من عينيهم اللي مليانة غيرة منه وحقد غريب، وأفضل أدعيله إن ربنا يحفظه. وجه اليوم اللي لا كان على البال ولا على الخاطر، واليوم ده والد آدم وقع من طوله فجأة واتنقل المستشفى، وفرق الحياة وهو لسه في الطريق. آدم كان منهار. طبطبت عليه وقلت له: شد حيلك يا حبيبي، هو دلوقتي محتاج دعاك ليه، ده انت ابنه الوحيد. ما كانش والله قصدي أي شيء باللي قلته، لكن مرات أبوه لما سمعتني ردت عليا بعصبية وقالت: ابنه الوحيد؟ أما الولادي ال3 دول يبقوا إيه؟ ده هو اللي مربيهم من وهم أطفال. سكت وما حبيتش أرد عليها وأعمل مشكلة، والتمست لها العذر في الظروف دي. هي برضو أكيد مصدومة وحزينة على فراق جوزها، وحسيت بيها لأني مجربة.
وبعد العزا بكام يوم اتفاجئ الكل بالمحامي اللي جه، وقال الصدمة اللي بسببها اتفتحت النار على آدم. المحامي بدأ كلامه وقال: الوصية دي المرحوم عملها قبل ما يموت ب2 ووصاني لو جراله حاجة يدي كل واحد حقه. والوصية كانت صدمة للكل. ادى لمراته نصيبها، بس كتب لآدم كل شيء باع وشرى في حالة وفاته، مش بس ورث يورثه من بعده، لأنه واضح كده إن خاف من مراته لا تتلاعب بالأوراق. والغريب إن كتب لي الأوضتين اللي في جنينة البيت عشان محدش يفكر يطردني ولا يمشيني. مراته اتجننت وبقت تكسر في كل شيء قدامها، وقالت بكل غضب: يعني ايه؟ يعني ايه؟ ولادي ملهمش اي حاجة خالص؟ ده كان قايل لي ان هيكتب لهم جزء من ثروته لان ربهم من صغرهم وهم صغيرين وشالوا معاه في الشغل لما كبروا. هو ما قاليش اصلا ان كتب وصيته. اكيد الوصية دي مزورة. وكان واضح من نظرات المحامي انه اتعصب واتنرفز من كلامها، ووقف وقال: بما اني صاحب المرحوم مش بس المحامي بتاعه، عايز اقولك ان اللي عمله هو الحق والعدل. يكتب لولادك ليه وبأي حق؟ هو ادالك نصيبك كله فلوس، ووصاني اتمن حقك من الورث واحطهم فلوس في البنك باسمك، ده غير حقك في البيت عشان تفضلي عايشة فيه. لكن ولادك دول اصلا مش ولاده، فبأي حق يورثوا فيه. واعتقد انه كان عارف ان في كلام كتير هيتقال بعد موته مش حقيقي، وثق رغبته في الوصية دي، رغم ان كده القانون هياخد مجراه طبيعي. بصت له الست فيروز مرات والد آدم بغيظ وقالت له بنظرة ما تريحش: اللي تشوفوه. آدم كان ساكت، ما كانش متفاجئ، لأن المفروض إن ده الطبيعي أصلا، بس هو كان متخيل إن والده هيكتب لهم لو شيء بسيط، لأنه طول السنين اللي فاتت فضل يوهمهم إنه هيحقق لهم رغباتهم، وفي الآخر ما نفذهاش. وكنت يومها رغم إحساسي بالإنصاف والعدل إن آدم حقه محفوظ بالأدلة والبراهين، لكن كنت خايفة عليه قوي منهم. دي ست مخيفة ومتوقع منها أي شيء. وعدت السنين وآدم مسك مكان والده في الشركة وبقى شاطر جدا في شغله، بس اللي كان منغص عليا حياتي هو موضوع واحد بس. كان كل ما يرتبط ببنته ويوافقوا على الجواز ويقرر إنه يتقدم لها، البنت تختفي وتبعد عنه وما ترضاش ترد عليه نهائي، ولما يصر إنه يعرف السبب بمجرد ما بتشوفه بتصرخ. وتكرر الموقف ده كتير قوي بطريقة مختلفة، وده يا حبيبي دخله في حالة نفسية صعبة، خصوصا إن عدى 30 ونفسه يستقر ويبقى عنده أسرة وولاد. حاجة غريبة كانت بتحصل بتعطل أي محاولة ارتباط وخطوبة لآدم. والشك ملأ قلبي، وقررت أراقب مرات أبوه، أراقبها في كل خطوة بتخطيها في البيت. وفي يوم عملت نفسي نايمة وتعبانة في أوضتي، واستنيت أي تصرف غريب منها. راقبتها من غير ما تحس، وشفتها وهي بتدخل أوضة آدم بعد ما خرج، وهو بترش حاجة على هدومه زي مية كده. وهنا اتأكدت من ظني، بس لو دخلت ومسكتها متلبسة ممكن تبرر بأي حاجة وتقلب الترابيزة عليها. سبتها لما خرجت وبعدت، ودخلت بسرعة وخدت كل حاجة ترش عليها العمل اللي المجرمة دي بتعمله عشان تأذي آدم. وتواصلت مع حد معرفة بيتقي الله، وقال لي أعمل إيه عشان أبطله. وما كانش قدامي بعدها حل تاني غير إن أحكي لآدم عشان ينتبه ويحصن نفسه. بس الغريبة إني لقيته عارف وبيقول لي بحزن: منها لله، هي بتعمل كده من بعد موت والدي ومصممة إنها تأذيني. أنا كشفتها كذا مرة لكن مفيش فايدة، بس ربنا كبير وهيرد كده إن شاء الله. فقلت له: يوم ما تيجي تخطب ما تعرفهاش أي حاجة، ولازم تحصن نفسك طول الوقت. أكد عليا إنه قرر كده بالفعل، وواظب على سورة البقرة يوميا بالقراءة والأذكار والصلاة، وواظب كمان على الصدقات يوميا بنية رد الأذى. والحمد لله أخيرا لقى بنت الحلال اللي كانت متمسكة بيه، وفهمها وحكالها على الوضع كله، ووافقت وما اعترضتش. كانت بنت طيبة جدا ويتيمة وملهاش حد. واتجوز آدم وحضرت فرحه اللي ما حضروش غير جيران البنت دي وصحباتها، وأنا وكم واحد من صحاب آدم. كان نفسي يتعمل له فرح كبير، لكن المهم إن الحمد لله ربنا ييسر له الحال. وبعد كام سنة ومحاولات كتير للحمل،
الحمد لله مرات آدم حملت وفرحته تمت على خير. ما كانتش الفرحة سيعاه، وأنا كمان كنت هطير من السعادة إن ابني أخيرا هيبقى أب. وفي الشهر التاسع لما مراته حست بوجع الولادة، نزل بسرعة من شقته اللي اشتراها بعيدة عن بيت والده عشان يخرج العربية من الجراج، لكن لقى بلطجية مستنيينه، وأول ما شافوه نزلوا اتلموا عليه وكتفوه، وبعدين دخلوه عربية ومضوه على ورق غصب عنه، وما قدرش يفلت منهم لأنهم كانوا مسلحين، فعمل كده تحت ضغط وإجبار اللي هم عايزينه. وبعد كده خرجوه من العربية ورموه قدام عربية كانت معدية بسرعة عشان يتقال إنه عمل حادثة قضاء وقدر. الناس اتلمت ونقلوه للمستشفى، بس هو كان بيتهته وقال لهم إن مراته لازم هي كمان تتنقل للمستشفى عشان تولد. وبعد كده تاه في غيبوبة، ولما وصلت للمستشفى كان خلاص في آخر ساعة في حياته. قدرت أدخل وأعرف اللي حصل منه رغم إنه ما كانش قادر يتكلم يا حبيبي. ومات آدم، والقهر وإحساس الانتقام ماله قلبي على ابني اللي ربيته من وهو طفل وكبر قدام عيني واعتبرت نفسي أمه. وفي عز حزني وقهرتي عليه أهملت مراته بعد ما ولدت توأم ولاد. كانت يا قلبي منهارة وحزينة، لكن حاولت أصبرها وأواسيها عشان خاطر ولادها. ولازم تقوى للي جاي، واللي جاي الدور عليا فيه. أنا اللي هحافظ على مراته وولاده وهسلمهم حقهم، وهشهد قدام الكل إنها كانت مراته بكل الأدلة. ولما رجعت للبيت كنت مقررة إني لازم أوصل للورق اللي مضوا عليه آدم. رجعت ولقيت الست فيروز قاعدة بتضحك هي وولادها، ولا كأني في ميت ما بقالوش أسبوع. ما طبعا لازم تفرح وتشمت، ما هي نفذت خطتها وخدت كل حاجة. أنا متأكدة إن هي اللي بعتت البلطجية دول. ولقيتها بتقولي بشماتة: أظن أنت ما بقالكيش لزوم هنا في البيت، بس ما بين الأوضتين الجنينة باسمك، فأنا هعرض عليكي عرض كويس قوي. إيه رأيك تاخديلك قرشين وتغوري من هنا من سكات وتتنازلي عنهم؟ ده لو وافقتي، إنما بقى لو رفضتي فاستحملي اللي هيحصلك، وانتي ست عجوزة ومش حمل بهدلة في آخر أيامك. أصل خلاص كل حاجة بقت ليا ولولادي، وأنا هنا الكل في الكل. ضحكت ولقيتها اتصدمت من ضحكتي هي وولادها، ورحت المكاني في الجنينة وفضلت أفكر هعمل إيه. أنا لازم أوصل للورق ده بأي طريقة واخلص منه، ومش قدامي غير يوم واحد على المحامي ما يوصل ويبدأ في إعلان الوراثة من تاني. هي ولادها بيغيبوا طول النهار في الشغل، وهي بتقعد في أوضتها أغلب الوقت. ما لقيتش قدامي غير حل واحد، إن أجيب لها منوم وأقلب أوضتها لحد ما ألاقي الورق، ويا رب تكون محتفظة بيه معاها مش مع أولادها. بس بما إن المحامي جاي بكرة فأكيد الورق ده محضره معاها. اديت لها المنوم في العصير من غير ما تحس بعد الغدا، ونامت وما حستش بنفسها. وأنا مسكت أوضتها وأي مكان ممكن تكون مخبية فيه الورق ودورت فيه، والحمد لله لقيته في أوضة من أوض ولادها، مخبياه في مكان شفتها بتخبي فيه قبل كده كل الحاجات بالصدفة. جريت على أوضتي ومسكت الورق ده كله وولعت فيه. امدت آدم بخط إيده وهو بيتنازل ليها عن كل ما يملك في حالة وفاته، وكمان بتاريخ قديم. كل حاجة كانت بيع وشراء، ودي كارثة. الحمد لله الورق الأصلي بإمدته اتخلصت منه كأنه لم يكن. والحمد لله برضو إنها ما تعرفش إن آدم عرفني اللي حصل قبل ما يموت، وكشفت حقارتها وقذرتها. رجعت كل حاجة زي ما كانت وسبتها تصحى براحتها. وبالليل وهي قاعدة مع أولادها كالعادة بيضحكوا وبيستعدوا لزيارة بكرة بتاعت المحامي، لقيتها بتقولي بكل شماتة: حضري نفسك يا حبيبتي، المحامي جاي بكرة إن شاء الله وهيعرف لكل واحد حقه. رديت وقلت لها وما قدرتش استنى لبكرة عشان أقول لها. قلت لها: ما تفرحيش قوي كده بموته وتشمتي. هو انتي ما كنتيش تعرفي إن آدم متجوز من سنين وعنده توأم ولاد، وأنا حضرت فرحه بنفسي، ولا انتي عرفتي بس إنه متجوز؟ الدم هرب من وش فيروز وقامت من مكانها بصدمة، رغم إني كنت متأكدة إنها عرفت إنه اتجوز، ولكن موضوع التوأم واضح إنها ما عرفتش بيه. وقالت بغضب: انتي بتقولي ايه يا ست انتي؟ شكل الصدمة لسه مأثرة عليكي وبتخرفي.
ضحكت بشماتة رغم قلبي اللي كان مليان حزن وقهر على ابني، وسبتها ومشيت ورحت أوضتي وقفلت على نفسي. بس اتفاجئت لما نفس المحامي اللي جه من سنين جه تاني عشان يأكد للكل اللي قلته بالأدلة والبراهين، يأكد إنه متجوز بعقد رسمي وشهود، ده غير شهادات ميلاد التوأم اللي جابها من السجلات عشان تضيع كل أحلام فيروز وولادها للأبد. وبكده كل التركة راحت لولاده ومراته المسكينة. فضلت تصرخ وتكسر في أي حاجة قدامها، وفضلت أضحك عليها وأقهرها زي ما موتت آدم وفرحت في موته. ومن كتر الغضب وقعت من طولها واتنقلت المستشفى بجلطة. وجبت مرات ابني آدم وولادها التوأم يعيشوا في بيته اللي اتولد فيه وعاش فيه من وهو صغير. ورغم حزني عليه إلا إن ولاده قدروا يعوضوني شوية عن حرماني منه. وخرجت فيروز من المستشفى وهي مجرورة على كرسي متحرك ومش قادرة تنطق. ومن كتر أسود ولادها وجحودهم اللي شربوه من طبعها، ولادها سابوها ومحدش سأل فيها وهي في الحالة دي بعد ما خسرت كل شيء من تاني. وأنا كمان سبتها وكنت بتفرج على عدل ربنا في حالها. كانت بتصرخ من ألم المرض وألم الوحدة في أوضتها، ولا مرة قلبي رقلها. اللي عملته في حياتها والسنين اللي فاتت بدأت تجني ثماره المرة دلوقتي. أهم ولادها سابوها ورموها بعجزها، محدش فيهم فكر ياخدها تعيش معاه ببيته وسط ولاده، رغم إنهم سحبوا كل فلوسها من البنك وما بقاش حيلتها غير حقها البسيط في البيت. ولا حد فيهم حتى كان بيسأل عنها غير كل كام يوم بمكالمة وما بتكملش دقيقتين. كانت مقهورة وبتعيط طول الوقت، بس برضه ما صعبتش عليا رغم إني متجنباها تماما، واستنيت أشوف انتقام ربنا فيها يوم بعد يوم. أصل الجزاء من جنس العمل. الوحدة والعذاب وهي في آخر أيامها ده جزاء الولد اليتيم اللي كانت بتعذبه وبتقسى عليه في طفولته. وحتى لما كبر ما رحمتوش وارتكبت ذنب من كبائر الذنوب ولجأت للسحر والشعوذة، وفي الآخر نهت حياته عشان تسرق ورثه. ده عقاب الدنيا، لكن لسه في عقاب تاني في الآخرة أتقل وأشد. ودلوقتي هو سؤال واحد مش بيتوه عن بالي: الفلوس اللي حربت وأذنبت وقتلت عشانها إنسان بريء نفعتها في إيه؟ وعدت الأيام وحالة فيروز بتشتد يوم عن يوم. كل يوم المرض بينهش فيها أكتر وأكتر. ما كانتش بتقدر تتحرك من مكانها، وطلبت كتير إن أروح لها، لكن أنا كنت برفض. وفي يوم مرات آدم الله يرحمه جات لي وقالت لي بحزن: كل شوية بتبعت لي حد من الخدم عشان أروح لها يا ماما، وعرفت إنها مريضة قوي وممكن تموت. رديت بحزن وقلت: خليها يا بنتي تدوق من اللي دوقته لآدم من صغره، خليها تدوق نتيجة أفعالها، عمرها ما هتصعب عليا بعد ما حرمتني منه. بس بعدين بصيت لمرات آدم بمحبة وقلت: أنا عارفة إنك طيبة يا حبيبتي، وحاسة بالقلق والذنب عشان بترفضي طلبها وهي في الحالة دي. لو انت عايزة تروحي لها مش همنعك أكيد، لكن ما تطلبيش مني إن أعمل كده، لأني عمري ما هسامحها. ردت فاطمة مرات آدم وقالت بوجع: أنا عمري ما هسامح اللي موتت جوزي ويتمت ولادي يا ماما، بس أنا هروح لها وأشوفها عايزة إيه. ولما فاطمة قررت تروح لها اتفاجئنا من الخدم إنها دخلت غيبوبة وإنها لازم تتنقل المستشفى ضروري. واتنقلت فيروز المستشفى بحالة صعبة قوي، والحقيقة كنت متخيلة إنها خلاص هتموت بسبب سوء حالتها، لكن الغريب إنها فضلت عايشة وفقت في الغيبوبة وهي في حالة شلل كلي في كامل جسمها. ولما خرجت من المستشفى ورجعت البيت، ولادها طلبوا إنهم يبيعوا حقهم في البيت لولاد آدم عشان مصاريف علاجها الكتيرة. سبحانك يا رب، دول حتى مستخسرين يصرفوا عليها. وطلبت من فاطمة توافق طبعا، ده عدل ربنا وبيتنفذ غصب عن الكل. ومن أرباح الشركة اللي بتوصل لفاطمة وولادها شهريا قدرت تاخد نصيب فيروز بيع وشراء من البيت. وولاد فيروز خدوها من البيت بعد ما حرفيا خسرت كل شيء حتى صحتها، وكنت متأكدة إنهم هيرموها في أي دار مسنين، وده اللي حصل فعلا. فضلت مرمية لوحدها في الدار، وسمعت إنها كانت بتصرخ كل ليلة ومحدش كان عارف السبب، لغاية ما قابلت وجه كريم ولسه حسابها عند ربها عظيم. دي كانت حكاية فيروز
اللي فيه منها كتير قوي حوالينا، ومنهم كتير برضو انتهت حياتهم بعد ما دقوا مرارة اللي عملوه في غيرهم. لكن للأسف لسه الناس مش بتتعظ ومكملة في أفعالها ومعصية الله. يا ريت الحكاية دي تبقى عبرة لناس كتير ممكن تفوق قبل فوات الأوان.